مرحبا بالجميع. نعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة ليوم السبت. نبداو في أول مباراة بين توتنهام وويستهام يونايتد، ونعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها ويستهام 2-1. ونعطيكم الترتيب ديالهم في الدوري الإنجليزي: توتنهام في المركز 9 وويستهام في المركز 12. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة مجموع الأهداف أكثر من هدف بلوس. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا نراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لأتلتيكو بيلباو وإسبانيول، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها أتلتيكو بيلباو ب1-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة اللي بغا يراهن عليها فمرحبا بالجميع. أن المباراة ديال أتلتيكو بيلباو وأن مجموع الأهداف في هذه المباراة أكثر من هدفين بلوس. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لباير ليفركوزن وفرانكفورت، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون آخر مباراة جمعت بينهما غلبت باير ليفركوزن ب3-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة فيها أكثر من هدفين بلوس 2 اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة فولهام وويستهام يونايتد، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها أستون فيلا ب2-1. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة اللي بغا يراهن عليها. أن مجموع الأهداف في هذه المباراة أكثر من 3، يعني بلوس 2. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة للمباراة ديال مانيو برايتفورد، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها مان يونايتد ب2-1. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. بالنسبة لبلومير ميطا إكس، وبالنسبة للدوزيام ميطا أن المباراة ديال مان يونايتد أو تعادل، وأن مجموع الأهداف أكثر من هدف. بالنسبة لهذه المباراة اللي بغا يراهن عليها فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لمباراة ديال نيوكاسل وبرايتون، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة جمعت بينهما تعادلت 1-1. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة أكثر من هدفين. بالنسبة للماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لأسي ميلان وأودينيزي، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها أودينيزي ب1-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة اللي بغا يراهن عليها فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة للمباراة ديال بايرن ميونخ وشتوتغارت، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها بايرن ميونخ ب3. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة أكثر من 3 أهداف بالنسبة لهذا الماتش هذا بلوس 2. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة برونتموند وأرسنال، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة غلبتها أرسنال ب4-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة ديال أرسنال وأن مجموع الأهداف في هذه المباراة أكثر من هدف. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أكثر من هدفين بالنسبة لهذا الماتش هذا. أما بالنسبة للمباراة ديال جيرونا وريال سوسيداد، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة جمعت بينهما تعادلت 0-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة ديال جيرونا بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة للاتحاد والقادسية، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. آخر مباراة جمعت بينهما غلبتها الاتحاد تعادلت 1-1. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. نعطيكم سكور إكزاكت الإخوان في هذه المباراة. أن المباراة ديال الاتحاد بروميير ميطا، وبالنسبة للدوزيام ميطا ديال الاتحاد. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. وأن مجموع الأهداف أكثر من 3 بلوس 2. أما بالنسبة لليوفي ولاتسيو، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون وآخر مباراة جمعت بينهما غلبتها اليوفي ب2-0. ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة فيها أكثر من هدف. بالنسبة لهذا الماتش هذا اللي بغا يراهن عليه فمرحبا بالجميع. أما بالنسبة لريال مدريد وسيلتا فيغو، نعطيكم أبرز إحصائيات والأداء خاص بالفريقين. كما تلاحظون ونعطيكم أفضل توقعات وأفضل مراهنات بالنسبة لهذه المباراة. أن المباراة فيها أكثر من هدفين
بلس دو. اللي بغى يراهن عليها فمرحبا بالجميع، وما تنساوش تفعلوا معنا الخطوه بارطاج القناه معكم جديده.